هلو. اليوم غادي تشوفوا واحد من احسن الافلام ديال الشفره والانتقام. الفيلم ديالنا خرج سنه 2000، سميتو ايطاليان جوب، اللي كتعني الخدمه الايطاليه او العمل الايطالي. كيف ما العاده، قبل ما نبداو مع الفراجه بالدارجه، طفي البوله وتفرج باش تفاجأ. على بركه الله. الفيلم ديالنا غيبدا بهاد اللقطه ديال ستيلا اللي غادي تفيق على واحد المكالمه من عند باباها اللي سميتو جون، ومعروف بالجرائم ديال الشفره والذكاء ديالو في هاد الجرائم. ستيلا خافت على باباها وقالت ليه واش عاوتاني غادي دير شي حاجه اخرى. جون جاوبها وقال ليها هادي اخر عمليه ديال الشفره غادي ندير. من بعد جون غادي يدوي مع تشارلي في مدينه فينيزيا بايطاليا. اللقطه اللي غادي تبان من بعد هي ديال روب غادي يتلاقى مع الليفت اير وغادي يقول ليه يلا نتحركوا راه ما عندناش الوقت. غادي يطلعوا واحد اليخت باطو صغير اللي غادي يكون فيه صاحبهم لايل. قبل ما يتحركوا تبعهم جون وتشارلي اللي كانوا هما المخططين الرئيسيين ديال هاد السرقه اللي غيديروا. غادي يدخلوا لواحد المبنى بالباطو ديالهم. في هاد اللحظه كان لايل كيدوي مع ستيف اللي كان داخل المبنى فوق منهم، وكان كيقاد في القنبول باش يسرقوا الذهب من ديك البلاصه. لايل كان كيدوي مع ستيف والليفت اير كيقول ليه اين بلاصه خاصني نحط فيها القنبوله، وهو كيشوف داك الشيء من بيسي. من بعد غادي يفرقعوا القنبوله والصندوق ديال الذهب غادي يطيح نيشان في الماء. روب ولايل غادي يخرجوا بالباطو على الجهد باش يشكوا فيهم مالين ذهب ويتبعوهم. جون وتشارلي هبطوا تحت الماء باش يحلوا الصندوق ديال الذهب. من بعد بانوا البوليس تابعين روب ولايل. لايل دوا مع تشارلي وقال لي خاصكم تحلوا الصندوق وتاخذوا الذهب في اقل من 7 دقائق. من بعد روب ولايل هربوا من البوليس، وتشارلي وجون حلوا الصندوق ديال الذهب وخداو الذهب للطوموبيلات ديالهم بلا ما يعيق بهم حتى واحد. من وراء هادشي خوتنا غادي يتجمعوا كاملين باش يحتفلوا في منطقه ديال الجبال اللي كاينه في النمسا. جون شكر تشارلي حيتاش الخطه كانت ديالو ونجحات بلا قتيل بلا والو، وضربوا فيها تقريبا 35 مليون دولار. من بعد غادي يبداو يهضروا بيناتهم على شنو غيديروا بالفلوس اللي غادي ياخذوا. روب قال لهم انا غادي نزهم على الدريات. لايل قال لهم غادي ناخذ اخر ما كاين في البيفان حيت كانت عزيز عليه الموسيقى. ليفت اير قال لهم انا غادي نشري فيلا في الجنوب ديال السباليون. وستيف قال لهم انا غادي ندير شويه شويه من كل حلم ديال واحد فيكم. جون غادي يدوي مع تشارلي، غادي يقول ليه بانه نادم حيت دوز حياته كامله في الحبس، ونصح تشارلي باش يبعد على هاد الطريق ويلقى شي وحده اللي تبغيه. المهم خوتنا تحركوا، وملي كانوا غاديين في الطريق ديالهم غادي يتلاقاو ليهم جوج طوموبيلات نوار. من وراها ستيف جبد فردي على روب وقال ليه ما تحركش. من وراها جون قال ستيف راه ما عندك فين تهرب بهاد الذهب. ستيف قال لي عندك الصح. ومن وراها تيرا في جون. روب ديما راه الطوموبيل باش يهربوا، ولكن ضرب في الطوموبيل اللي قدامهم وطاح في الواد. من وراها ستيف بقى كيتيري فيهم بلا رحمه حتى طلعت الجثه ديال جون وعاد وقف. الجروب ديالنا كان عندهم الزر حيت كان عندهم الاكسجين ديال الغطس اللي شفروا به الذهب باقي في الطوموبيل. داكشي علاش جبدوا الاكسجين وداروه وبقاو مخبين تحت الماء. من وراء هاد الشيء ملي مشات ستيف والناس اللي كانوا معاه الجروب ديالنا غادي يخرجوا، وتشارلي بقى كيبكي بزاف على صاحبه جون. الفيلم ديالنا غادي يدوز العام من بعد هاد الحادث اللي طرا. غادي تبان ستيلا كتحل في واحد الصندوق بحال داكشي اللي كان كيدير باباها جون، ولكن ستيلا كدير هادشي قانوني حيتاش ولات خدامه مع البوليس وكانت كتسوق الطوموبيلات مزيان. من وراها غادي يبان تشارلي في البيرو ديال ستيلا اللي غادي تشوفه وما غتحملوش حيتاش كيسحاب ليها هو السبب في الموت ديال باباها. المهم تشارلي دوا مع ستيلا وقال ليها باغي ننتقم من ستيف، ودابا راه عرفتو كيعيش في لوس انجلوس وبغيتك تعاوني معايا لحقاش انت الوحيده اللي تقدري تحلي هاد الصنادق او لي كوفر ديال ستيف اللي مخبي فيهم الذهب. ستيلا رفضات في البدايه، ولكن ملي مشات دارها فكرات مزيان وعاودات عيطت لتشارلي وقالت ليه انا قابله. في الصباح ستيلا مشات باش تلاقى مع الجروب، وتشارلي عرفها على كل واحد وقال لها هذا لايل مختص في داكشي ديال البيسيات، وقال لها هذا الليفت اير مختص في داكشي ديال القنبول والانفجارات، وقال لها هذا روب مختص في التزوير. ملي سالاو روب عطاهم بطائق ديال الهويه مزورين
وداروا بلان باش يتلاقاو في لوس انجلوس. ملي تلاقاو بداو كيمشيو حدا الفيلا ديال ستيف وكيشوفوا البلان اللي قدروا يديروا باش يدخلوا عنده. المهم لقاو القضيه صعيبه بزاف، لحقاش ستيف دير الكاميرات ودير سيستيم ديال المراقبه الصعيب ودير العساسه والكلاب بزاف قدام الفيلا ديالو. من بعد بان لهم ستيف داخل الفيلا. من ورا هادشي تجمعوا تاني. روب قال لهم عندنا حتى مشكل واحد اخر اللي هو الترافيك، لومبوتياج، والضوء الاحمر موجود بزاف في الطريق اللي كدي الفيلا ديال ستيف. لايل قال لهم غادي نشوف لكم شي حل لهاد البلان. تشارلي مشى عند ستيلا وقال لها راه خاصنا شي حد اللي يدخل عند ستيف لداخل باش نشوفوا الفيلا ديالو كي دايره من الداخل. المهم ستيلا قبلات. من وراها تشارلي عرض عليها باش يتعشاو بزوج بهم، ولكن ستيلا رفضات. في الصباح غادي يبان روب كيدوي مع واحد البنت خدامه في شركه ديال الانترنت. من وراها مشى بات معاها وفاق وخدا ليها اللبسه ديال الخدمه وخدا نسخه من البصمه ديالها ومشى عطى الحوايج لستيلا. في ديك الليله غادي يبان ستيف في واحد اللقاء مع واحد خونا سميتو فيفهن اللي كان كيبيع ليه الذهب، وفي ديك الليله نيت ما تفاهمش معاه ستيف. في الصباح ليفت اير خسر الخيوط ديال الانترنت ديال الفيلا ديال ستيف. من وراها ستيف كاعي عيط شركه ديال الانترنت. داكشي علاش التيم ديالنا وجدوا ستيلا باش تمشي تدخل الفيلا ديال ستيف وداروا ليها كاميرا مخبيه باش يشوفوا الفيلا من الداخل. المهم ستيلا دخلات الفيلا وستيف تزعط فيها بزاف وما عرفش باللي ختنا راه البنت ديال جون اللي قتلو بدم بارد. لايل شاف في الكاميرا البيفال اللي كان كيحلم بيهم باش ياخدهم ملي شفروا الذهب وبقى فيه الحال. من وراها ستيف عرض على ستيلا باش يتلاقى بها وجاوبته بانها غادي تفكر فيها. تشارلي حاول يقنع ستيلا باش تلاقى مع ستيف باش يقدروا يعرفوا الذهب فين مخبيه. الجروب عاود تاني تجمعوا في واحد لوطيل. لايل دار التحليل ديال الفيلا ديال ستيف وقال لهم الحل الوحيد باش ندخلوا من واعد الطريق هي يكونوا عندنا طوموبيلات صغار بحال ميني كوبر. ستيلا عجبها الحال حيت هي اصلا عندها ميني كوبر. المهم مشاو خداو بزاف ديال الحديد وداروه في الميني كوبر باش يشوفوا واش غادي تحمل الثقل الا داروا فيها الذهب، وعطاو ستيلا تسوقها باش تولف على الثقل اللي في الميني كوبر. تشارلي قال لهم خاصنا نزيدو طوموبيلات على قبل الثقل. روب قال لهم كنعرف واحد خونا اللي سميتو الرينج قاد لهم الطوموبيلات وزاد كبرهم من الكوفر وعاود لهم الموتور. والليفت اير وجد القنبله باش يفرقعوا الباب ديال الفيلا ديال ستيف. خونا لايل كان كيهاكي في الضوء ديال الترافيك ديال المرور في مدينه لوس انجلوس. ملي نجح فرح بزاف وورى داكشي لتشارلي. المهم تجمعوا مشاو بالطوموبيلات باش يديروا لهم تيست. ستيف غادي يبان راجع عندك خونا اللي كيبيع ليه الذهب يفهن، قال ليه هاد الذهب راه فايت شايفو. من وراها ستيف جبد الفردي وتيرا فيه. ستيف ما عرفش باللي ان الكاميرات كانوا كيسجلوا فيه. من وراها غادي يبان واحد خونا سميتو ماشكوف داخل نفس المحل ديال داك خونا اللي قتل ستيف ولقى الجثه ديال يفهن. من بعد هادشي غادي يبان تشارلي والليفت اير مشاو عند واحد خونا سميتو سكيني بيت باش يعاونهم وقداو الغرض معاه. داك خونا ماشكوف غادي يصدق زعيم ديال المافيا الاوكرانيه، وداك خونا اللي قتل ستيف صدق ولد خالت ماشكوف اللي كان جا عنده واحد خونا وقال ليه راني عرفت داك السيد اللي قتل ولد خالتك، وقال ليه راه هو سكيني بيت حيتات جا عنده نهار قبل ما يموت. ماشكوف مشى هو وعشرانو عند سكيني بيت وقال ليه علاش جيتي عندي يفهن كتسول على الذهب قبل ما يموت. سكيني بيت جاوبو بالصراحه وقال ليه راه تشارلي جا عندي وقال لي سول على شكون اللي كيشري الذهب في هذه المنطقه. من وراها جات الليله اللي غادي يتلاقى فيها ستيف مع ستيلا، والجروب كانوا موجودين باش غادي يهجموا على الفيلا ديال ستيف. ولكن في ديك الليله غادي يلقاو الجيران ديال ستيف دايرين حفله كبيره. داك الشيء علاش غادي يخلي تشارلي اجل كل شيء. تشارلي دوا مع ستيلا باش تعاود دير لقاء اخر مع ستيف. ستيلا كانت كتعشى مع ستيف. في واحد اللقطه قالت واحد الجمله كان كيقولها الوالد ديالها جون. ستيف تفكر ديك الجمله وعرف بان الوحيد اللي كان كيقولها هو جون الاب ديال ستيلا. داكشي علاش ستيف عرف ستيلا بانها البنت ديال جون وستيلا عاقت بعاق. داكشي علاش اللي خلاها دير اشاره مع الجروب حيت خافت باش يجيو عاتقوها. وداكشي اللي طرا الجروب دخلوا عندهم وستيف ضحك على تشارلي وقال ليه عاقت بيكم. تشارلي مشى عند ستيلا وبقى كيصبر فيها. في الصباح كيبان لايل اللي سمع بان ستيف دار خطه باش يدي الذهب ديالو للمكسيك. الجروب كامل تصدم
الا تشارلي اللي عجبو الحال وقال لهم هذه هي الفرصه ديالنا، وشرح لهم بان لايل اللي يقدر يتحكم في الضوء ديال المرور ويخلي الكاميو ديال الذهب يمشي فين بغيناه حنا. سكيني بيت عيط لتشارلي وقال ليه راه ماشكوف كيقلب عليك. المهم تشارلي ما خاف ما والو، وطلب من سكيني بيت باش يعاونو. من وراها دوا مع الرينش باش يتزاد معاهم في الجروب. من ورا غادي يبان تشارلي والليفت اير تحت واحد الطريق كيقادو في القنبله. من بعد غادي يبان ماشكوف كيدوي مع مسكيني بيت اللي قال ليه خصنا نتلاقاو. الجروب وجدوا كاملين وطلعوا في الميني كوبر ديال كل واحد فيهم. لايل كان مريح في المحطة ديال المترو وشاد البيسي ديالو، والروب والليفت اير كانوا حاضين الفيلا ديال ستيف، والرينج كان واقف حدا الرموك ديالو اللي وقفوا وسط الطريق حتى تخسر ليه بالعاني. الروب ضرب على الطوموبيلات خارجين من الفيلا ديال ستيف اللي كان حاضي الطوموبيلات ديالو من الهليكوبتر. تشارلي دوا مع لايل وقال ليه شوف الكاميرات وقول لنا اين كاميو قريب للارض اللي غادي يكون هاز ثقل، وهذا الشيء كيعني هو الكاميو اللي غيكون فيه الذهب. لايل بالزربه عرف الكاميو وقال تشارلي الكاميو هو اللي فيه الرقم 128. لايل تحكم في ضوء المرور ونوض روينه في مدينه لوس انجلوس. ستيف كان في الهليكوبتر وحس بشي حاجه، داكشي علاش دو مع البيلوت وقال ليه تبع الكاميو اللي فيه الذهب. لايل عطى الاشاره للجروب باش يدخلوا من محطه المترو. الرينش عطاهم الاشاره ملي وصل الكاميو ديال الذهب، ومن وراها الليفت اير فرقع ديك البلاصه اللي كان فوقها الكاميو، ومن وراها الرينش طيح حديده كبيره على ديك البلاصه اللي تفرقعات. روب لاح قنبله ديال الغاز اللي دوخات الشوافريه ديال الكاميو اللي كان فيه الذهب. تشارلي حل الكاميو. ستيلا خافت حيتاش ما مولفاش تحل بحال هاد الكوفر. العساسه ديال ستيف دخلوا تابعين الجروب، ولكن لقاو المترو واحد وسط الطريق. ستيف كاعي على الجهد دوا معاهم باش يلقاو طريق جديده. في هاد اللحظه ستيلا كان عليها الضغط بزاف باش تحل الكوفر ديال الذهب قبل ما يجيو الرجال ديال ستيف. تشارلي حاول يوقف معاها ويشجعها. من بعد بزاف ديال الضغط وفي الاخير ستيلا حلات الكوفر ولقاو الذهب اللي كتقدر تقريبا ب 27 مليون دولار اللي كان حسبها لايل. من بعد روب والجروب بداو كيقادوا في الذهب في الكوفر ديال الطوموبيلات، ومن وراها شدوا الطريق باش يخرجوا. جوج خدامه ديال ستيف تبعوهم وتشيراو في الطوموبيل اللي سايقها روب، ولكن روب كان سواق مزيان وتهنى من دوك الجوج اللي كانوا تابعينه. من وراها ستيف قال البيلوت ديالو باش يتبع الطوموبيل ديال تشارلي، وفي نفس الوقت كان لايل كيعاونهم وكيتحكم في ضوء المرور. ستيف هبط من الهليكوبتر وشفر طوموبيل باش يتبع تشارلي. من بعد الجروب وصلوا كاملين لواحد الكونتونير وتشارلي وصل هو الاخر وما عرفش باللي ستيف كان تابعه. ملي الجروب حطوا الطوموبيلات وخرجوا ستيف مشى عند الرينش وعطاه 5000 دولار باش يحل ليه الباب ديال الكونتونير. ستيف ما كانش عارف باللي الرينش راه مع الجروب. الرينش ملي حل الباب غادي يبان تشارلي كيتسنى في ستيف اللي شافو وجبد عليه فردي، ولكن تشارلي كان مقاد بلان مع ماشكوف والعصابة ديالو باش يجيب لهم ستيف اللي حاول يتفاهم مع ماشكوف، ولكن ماشكوف كان ديجا مفاهم مع تشارلي على كل شيء. من ورا هادشي تشارلي والتيم ديالو كاملين مشاو احتفلوا وعرفوا باللي اخيرا حققوا الحلم ديالهم.